بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية فيها إشارات واضحة للذين آمنوا، ماذا عليهم أن يقدموا. قدم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هم تقوى، هم مطلوب عمل إلى اليوم الآخر الذي هو يوم الخلود، يوم الأبدي عند الله تبارك وتعالى. فيها تشابه في مقولة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. يقول أمير المؤمنين اتقوا الله، عليكم بتقوى الله ونظم أمركم، كأنما قدم موضوعة تنظيم الأمر على العمل، باعتبار العمل لا يكون عملا ناجحا لم يكن هذا العمل منظم، وملازمة مستمرة مع هذا التنظيم والعمل التقوى، باعتبار هي المعيارية لقبول الأعمال ولتحقيق الغرض الإنساني. الإنسان المتقي حقيقي تنتفع به البشرية، والإنسان المتقي حقيقي يراعي شريعة الله تبارك وتعالى في خلقه. لذلك إخواننا الأعزاء، نحن نتحدث عن تجربة مهمة جدا. هذا الجيل رغم فترة زمنية لا تعتبر قياسا ببناء الدول وحركة الدول فترة طويلة بالنسبة للعراق، لكن هذا الجيل مر بمتغيرات في العراق، اختزلت رحلة زمنية تاريخية، اختزلت رحلة قرون، تشابهت فيها رحلة قرون. يعني هذا الجيل حضر متغيرات مرت على بعشرات السنين. يعني من تجي مثلا نفترض حكمتها الامبراطورية العباسية، ما صار بها متغيرات. 500 سنة أجيال ماتت على نفس النمط، واللي زمن الدولة العثمانية كذلك أجيال ماتت على نفس النمط مئات السنين حديث. فأمة محكومة بنمط محدد وإرادة محددة ووعي محدد ومنظومة فكرية محددة حاكمة. اللي مر به العراق واللي مرينا به احنا هذا الجيل، وإن كان العراق وعبر تاريخها حركة صراع غير متوقف، اللي مر به هذا الجيل متغيرات لقرون، مو لقرن واحد، لقرون. فيفترض هذا الجيل الذي مرت عليه هذه المتغيرات السريعة يفترض أن يكون بمستوى من الوعي يحمله ما يحمله من قرأ الحركة البشرية عبر تاريخها، لأنه نموذج الذي مر هو يشبه الحركة البشرية التي مرت على عدة قرون، لكن اختزلت بزمن بسيط جدا. هسه لعله بعض القضايا ما مر، لكن هذا بشكل عام تقريبا. فيفترض من هذا الجيل يكون بمستوى من الوعي جيل متمكن جدا، جيل قادر أن يقود المنطقة في المرحلة القادمة. يفترض هذا الخاض هاي التجارب، حروب ثقافية، حروب عسكرية، صراعات وحروب سياسية، ايديولوجيات طبقت كثيرة في هذا البلد، توجهات دينية مختلفة، توجهات إسلامية مختلفة، توجهات مذهبية
مختلفة ورؤى وأفكار متضادة كثيرة جدا. فيفترض هذا الجيل مر برحلة تربوية عالية جدا تؤهله أن يرتقي إلى مستوى لا أقل تقدير قيادة البلد. إن لم يكن كأن الله تبارك وتعالى يمهد للعراق، كأن الله تبارك وتعالى يمهد للعراق أن يقود العالم بظهور الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا التجربة يفترض خالق نضوج كبير جدا، لكن للأسف الشديد لا تجد لهذا آثار على مستوى بناء الدولة، ولا على مستوى معالجة مشاكلنا، ولا على مستوى الدفاع عن الحقوق، تحقيق مقدار بسيط جدا من العدالة، تحقيق مقدار بسيط جدا من النمو. لم يتحقق في العراق، تراجع على كل المستويات. لذلك إخواننا إحنا ننطلق من منطلقين. المنطلق الأول عقائدي ديني قربوي إلهي، شو تسميه من المصطلحات التي هي مرتبطة بالله تبارك وتعالى. هذا المنطلق، هل الإنسان مكلف بناء على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أن تقدم شيء بهذا العنوان. الإنسان مكلف اتجاه تحقيق العدالة ودفع الظلم لا أقل تقدير. هذه مسؤولية لا يوجد مفر منها نهائيا، إلا معنى من معاني الاستضعاف العالي جدا، واليوم أنتم ما مستضعفين، لا توجد أي دلالة من دلالات الاستضعاف. فهذا جانب الأخروي. جانب الإلهي، احنا مكلفين أن نؤدي تكليفنا الشرعي والإنساني ونكون قريبين من الله تبارك وتعالى يوم الورود إليه. الثاني مرتبط، وهو هم يرتبط بالأول وله مدخلية كذلك بالطاعة. احنا أبناء دولة لها تاريخ. العراق بلاد ما بين النهرين. ما يتألمون يعني من نشوف هاي دول الخليج التي لم تكن دول، وإنما كانت عبارة عن صحاري وبدو رحالة، واليوم أصبحت دول متقدمة علميا وخدمات صحية عالية بها، خدمات تعليمية عالية بها، خدمة وطنية بها لمواطنيهم جيدة جدا، وتقدم في مجالات كثيرة أصبحت. العراق بلاد ما بين النهرين، تخلف وتراجع في كل القضايا. ما نشعر بالمسؤولية تجاه وطننا؟ ما نشعر بقيمة هذا العراق؟ ليش كل الذين ينتمون إلى هذه الدول التي حققت نتائج عظيمة وتقدم عالي يؤمنون ببلادهم ويموتون من أجل بلادهم، ويخوض تجربة يقضي كل سنين عمره من أجل خدمة لوطنه، في أي مجال مجالات الخدمة، يضحون بالمال والزمان والصحة والحياة وكل شيء من أجل هذا الوطن الذي هو ينتمي له. ما عندنا شعور بالمسؤولية تجاه وطننا؟ إلى متى يبقى الوطن في العراق مرهون بمجموعة إرادات كل شيء موجود في ذهنها هذه المجموعات إلا العراق، إلا الإنسان العراقي؟ والدليل على ذلك لم يتقدم هذا الوطن خطوة واحدة تجاه الإنسان العراقي. لم يتقدم هؤلاء السياسيين اتجاه المواطن ولو بخطوة، تجاه الوطن ولو بخطوة. إلى أنا ما شايف راوني آثارها، يقولوا لي هذا أثر واضح جدا على أن هذا خصوصية الإنسان. إحنا ما نشعر بالمسؤولية تجاه هذا الحق. زين هذا مو ظلم للوطن والمواطن للعراق وللإنسان العراقي؟ هذا مو ظلم؟ زين هذا الظلم احنا نتحمل مسؤولية نساءل عليه أو لا نساءل على هذا الظلم؟ إما منطلق وطني إنساني وإما منطلق أخروي، وكلاهما يرضى الله تعالى بهما. قدم يعني كما يذكر السيد الشهيد الصدر قدس سره قبل كم يوم، دكتور باسم ذكرني بهذه المقولة للسيد الشهيد الصدر: العبادات بالمعنى الأخص والعبادات بالمعنى الأعم. إما العبادات بالمعنى الأخص هذه الصوم والصلاة والزكاة المرتبطة بالعلاقة الخاصة بينك وبين الله تبارك وتعالى، والعبادات بالمعنى الأعم الأولى يشترط فيها النية،
نية القربة إلى الله. والثاني العبادات بالمعنى الأعم هو كل ما هو مرتبط بتقديم الخدمات للناس وقضاء حوائج الناس، والذي فيه مصلحة المجتمع وخدمة المجتمع، حتى ما مشروط بالقربة وهو مقبول عند الله تبارك وتعالى. الله مرضي هذا العمل عند الله تبارك وتعالى، وإن لم تتحقق فيه نية القربة إلى الله، وإن تحققت نية القربة فيه إلى الله طبعا يكون بعد أفضل.